طعم والفوز يعني منذ بداية المسابقة لم يذق طعم الفوز. فريق طلائع الجيش اليوم يواجه فريق النادي الإسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم الذي مني بخسارة أيضا يعني مفاجئة الأسبوع الماضي أمام وادي دجلة. ادي اللقاء بدأ سريعا طبعا بالتيشيرتات الصفراء كالمعتاد على يمين الشاشة النادي الإسماعيلي، وبالزي الأبيض الكامل فريق طلائع الجيش على يسار الشاشة. الإسماعيلي ضيف لقاء اليوم يدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة. سريعا إلى تشكيلة الفريقين اليوم. فريق طلائع الجيش صاحب الملعب في حراسة المرمى محمد خلف اللي بدأ يشركه كابتن عماد سليمان خلفا لمحمد بسام اللي بدأ بيها المسابقة. النهارده رضا جمعة وإسلام جمال في القلب، في اليمين أميساء حسن اللاعب الغاني، وفي الشمال سعد محسن، في قلب الملعب محمد حنفي، على شماله أحمد جمال، وعلى يمينه أحمد قطاوي، وثلاثي الهجوم مصطفى مهنا ومحمد أشرف خلف مهاجم الصريح صلاح أمين. بالنسبة لتشكيلة النادي الإسماعيلي عودة طبعا النهارده محمد عواد بيعود مرة تانية بعد ما اشترك محمد صبحي في اللقاء الماضي. محمود حمد، عبد الحميد سامي، شوقي السعيد، صالح موسى، ده رباعي خط دفاع النادي الإسماعيلي. في قلب الملعب محمود عبد العزيز ومحمد شريف، في الأمام إبراهيم حسن وعصام علي ومحمد زيكا اللي بيجوا من تحت جون أنطوي الغاني المهاجم أو رأس الحربة الصريح. 4-2-3-1 بيلعب فريق النادي الإسماعيلي. كابتن أحمد العجوز طبعا كنت بتكلم معاه قبل بداية اللقاء وقال لي يعني ان هي دي كرة القدم، ممكن تفوز وتعمل لقاءات قوية جدا ونتائج متميزة، ثم تيجي في مباراة من المباريات يعني يحصل دروب كده او حاجة. هي دي كرة القدم، والراجل يعني متماسك جدا ومفيش اي مشكلة بالنسبة له كابتن احمد العجوز. ادي كوره مره ثانيه صالح طلائع الجيش، قطاوي الاستلام على طول والاماميه واستلام على طول من صلاح امين. صلاح امين يستلم في مساحه رايح له شوقي السعيد، يقطم لجوه صلاح امين وعايز يصوب، انما خد يعني قرارين في لحظه واحده عشان كده راحت منه الكوره، وعلى طول صالح موسى التشتيت والى خارج الملعب والتماس لصالح النادي فريق طلائع الجيش. ادي كوره استلام مره ثانيه صلاح امين، استلام كويس صلاح، انما كنترول يعني قدر يلحقها في اخر لحظه. صلاح امين يحط حنفي في قلب الملعب يسلم على طول وعايز يروح بيها، انما مصطفى مهنا يقفل على الكوره بشكل كويس وعلى اللاعب مصطفى مهنا وتخرج الى ضربه مرمى لمصلحه نادي الاسماعيلي. محمد عواد اللي لعب كل مباريات الاسماعيلي هذا الموسم باستثناء اللقاء الماضي، ويمكن الحظ السيء لمحمد صبحي الحارس الكبير لنادي الاسماعيلي ان هو المباراه الوحيده اللي لعبها هي الخساره الوحيده لنادي الاسماعيلي عندما تلقى يعني الهزيمه المفاجاه امام وادي دجله الاسبوع الماضي في عقر داره في اسماعيليه. لكن يعني كان ألمح الكابتن احمد العجوز المدير الفني لنادي الاسماعيلي ان ممكن يتبع في الفتره القادمه سياسه الدور ما بين الاثنين الحراس. مهم جدا خاصة في ظل يعني تلاحم المباريات، كل 4 يعني ايام بيلعب مباراة الفريق. كل فرق الدوري الحقيقة في ضغط مستمر، واللياقة البدنية للاعبين يعني ما لعبوش مسابقة منتظمة منذ 3 سنين، فيعني اكيد يحتاج كل اللاعبين اللي في القائمة. هنا وسط الملعب عند اللاعب محمد شريف لكن مقطوعة، انطلاقة أمامية من إسلام باتجاه محمد أشرف مهاجم نادي طلائع الجيش. النهاردة في تغيير أيضا في صفوف طلائع الجيش كتير الحقيقة، لاعبين كتير خارج التشكيلة، إيهاب المحص وخالد ربيع، محمد عبد القادر وعادل بلال وأحمد مصطفى شمامة وعبد العزيز حسن، لعيبة كتير بيغيبوا عن لقاء طلائع الجيش. في غربله شويه في التشكيله، مش التشكيله المعتاده لطلائع الجيش ولا الكابتن عماد سليمان، لكن على طول الكره اماميه على اتجاه زيكا، متحرك زيكا قلنا مهاري، عايز يعدي عدى كويس قوي، لكن يا ولد يا لعيب يا محمد يا حنفي ده عمل تاكل مميز جدا، لكن يقع محمد حنفي نتمنى له السلامه. دخل بحماس زائد شويه محمد حنفي، لكن يعني نتمنى له السلامه، وقع على الارض. فرصة يعني في هذا السقوط لمحمد حنفي ان شاء الله لحد ما يقوم بالسلامة. نقول لحضراتكم الأجهزة الفنية لكلا الفريقين، الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش الكابتن عماد سليمان،
العميد عبد الجليل امام هو مدير الكره، الكابتن عبد الناصر محمد مدرب العام، الكابتن احمد الدهراوي مدرب حراس المرمى، والكابتن يوسفي عرفان مدير اداري، كابتن محمد مختار اداري، الطبيب كابتن الدكتور خالد القاضي، دكتور محمد شيحة اخصائي تاهيل، كابتن دكتور ممدوح عبد الجبار علاج طبيعي، كابتن ايهاب كمال اداري، كابتن ياسر شبل تاهيل، وكابتن مصطفى عبده تاهيل. نقول لحضراتكم في اقرب توقف ايضا الجهاز الفني والاداري للنادي الاسماعيلي، لكن اتلعبت على طول الكوره من الظهير الايسر حسن امساه، لاعب او امساه حسن اللاعب الغاني، 2 غانيين في ارض الملعب النهارده. جون انتوي هداف الدوري لاعب نادي الاسماعيلي 22 سنه، 6 مباريات و5 اهداف، معدل تهديفي رائع جدا للاعب الغاني. وايضا حسن امساه او امساع حسن الظهير الايمن لنادي طلائع الجيش بيلعب النهارده على حساب محمد عبد القادر، هو الظهير الايسر او الظهير الايمن الاساسي لنادي طلائع الجيش. لكن انطلاقه حلوه هجوميه في الجانب الايسر، عايز يعدي هنا محمود حمد، لكن التاكلينج على طول موجود والتماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. دخل احمد قطاوي يزقها من امامه، وفي النهايه ركنيه لنادي الاسماعيلي من الجانب الايسر. على طول محمد زيكا والضربه الركنيه، الضربه الركنيه الاولى في المباراه محمد زيكا. اشاره الكابتن محمد فاروق، محمد زيكا دخل المنطقه والعرضيه، وهنا راسيه هنا، لكن ضربه مرمى لمصلحه نادي الجيش. يبقى اول هجمه او اول خطوره حقيقيه هنا في هذه اللقطه على مرمى محمد خلف، كانت الرأسية الماضية والضربة، لكن هنا احتسب الخطأ لمصلحة محمد خلف. وأيضا التسديدة المبكرة من نادي طلائع الجيش أعلى عارضة الحارس محمد عواد. على طول محمد خلف وضربة المرمى أو الخطأ عالية وطويلة، يطلع صالح موسى اللي بيلعب زي ما اتفقنا في غير مركزه، هو لاعب مهاجم لكن يلعب النهارده في الظهير الأيمن. محاولة المرور بيقول له قوم، مفيش حاجه. كابتن محمد فاروق، محمد فاروق طبعا كابتن محمد فاروق حكم هذه المباراه، كان هو بطل ونجم الاول لمباراه نادي الزمالك ونادي بتروجيت الاسبوع الماضي. لقاء كان فيه احداث كتير جدا، احداث جدل واحداث تحكيميه، كارتين بطاقتين حمراء، وايضا ضربه الجزاء، كان فيه احداث كثيره، لكن المباراه فنيا كمان كان مستواها مرتفع ومرتفع جدا. دوري الحقيقه هذا العام يعني ان كان بتوجه له بعض الانتقادات، لكن هنا شايفين بقى اشاره التبديل يعني مبكر جدا، والاصابه يعني نتمناها طفيفه، لكن هنا على طول قرر التغيير الجهاز الطبي، والاشارات كانت واضحه من محمد خلف، لكن باذن الله تكون سليمه الاصابه للاعب سعد محسن الظهير الايسر لنادي طلائع الجيش، اتمناها خفيفه باذن الله، لكن يستعد على طول لاجراء اول تبديل. هنا الكابتن عماد سليمان، ويعني وكأن المصائب لا تأتي فرادى، يعني الوضعية في جدول الترتيب صعبة جدا بالنسبة لطلائع الجيش، لم يحقق أي انتصار، شيء يعني محبط جدا. هو يعني وإن كان في المجموعة الأولى أيضا الفريق العسكري الآخر الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز حتى هذه اللحظة، لكن لا بديل عن التغيير الآن في هذه اللحظات. اللاعب سعد محسن الظهير الأيسر، وأعتقد البديل بديهيا سيكون يعني أحمد عبد العزيز، لو قرر يعني الجهاز الطبي والفني إخراج اللاعب سعد محسن، لكن أنا شفته قام، هنشوف هيقدر يستمر ولا لا. على طول التماس يعود من صالح موسى إلى ضربة المرمى لمصلحة محمد خلف. على الخط لا، واضح تماما إنه هو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، هنا شايفين الجهاز الطبي. و يعني اسلام جمال وسط الملعب تجاه احمد جمال، في الجانب الايسر مقطوعه من امام احمد قطاوي، والتماس لصالح نادي الاسماعيلي. هيكون في تغيير مبكر ولا ايه؟ لسه ما قامش، يعني مش واضح امامنا هنا اذا كان هينزل احمد عبد العزيز ولا سيستكمل اللقاء سعد محسن، لكن الخطأ يتلعب امام اتجاه منطقه جزاء نادي الاسماعيلي، لكن يطلع الدفاع. محاوله الاستلام هنا من احمد جمال، لكن تطول منه. اماميه حلوه من ابراهيم حسن، لكن اطول من اللازم، ومحمد خلف والكره. الناحيه الثانيه محمد خلف ايضا واللاعب محمد بسام او الحارس محمد بسام بيتبادلوا الادوار في حراسه المرمى. شفنا كلاهما لعب
هذا الموسم مع طلائع الجيش. ادي هنا على طول صالح موسى الظهير الايمن للنادي الاسماعيلي في لقاء اليوم. صالح موسى محاولة التقدم من الجانب الايمن. ابراهيم حسن جابها هنا تكون قوية، يعني حتى صالح موسى شايفينه لابس الرقم 9، لا رقم خاص فقط بالمهاجمين ومهاجمين الصندوق كمان، مش المهاجمين الاطراف حتى. لكن استلام من اللاعب محمود حمد الظهير الايسر، اكثر لاعب لمس الكرة في اللحظات الماضية اللي اتلعبت. 10 دقائق والنتيجة تعادل سلبي ما بين طلائع الجيش وما بين النادي الاسماعيلي في الاسبوع السابع من مسابقة الدوري العام لكرة القدم. كابتن محمد فاروق بيأمر باستئناف اللعب امامية، لكن محمود حمد من جديد الظهير الايسر. استلام من ابراهيم حسن. ادي ابراهيم حسن له طبعا هدف ولا اروع في مرمى نادي الزمالك هنتكلم عليه، لكن هنا العرضيه فين؟ ادي العرضيه وفرصه الهدف والراسيه ومحمد خلف، ومش معقول دربكه، وفي الاخير ابراهيم حسن بقى بالقدم العكسيه يعني اعلى العارضه، تضيع فرصه كبيره من النادي الاسماعيلي في اللحظات. يعني ادي التغيير اهو احمد عبد العزيز، لكن هنا الاعاده امامنا محاوله المرور والعرضيه رائعه جدا على والراسيه من ابراهيم حسن، هو اللي حاول في الثلاث مرات، مش معقول الراجل، لكن في الاخير لا، هنا سدد جونان توي والركنيه من نصيب نادي الاسماعيلي. تغيير اول خلاص، خرج سعد محسن ونزل احمد عبد العزيز قائد الفريق، نتمنى له كل السلامه سعد محسن. وضعيه صعبه جدا نادي طلائع الجيش زي ما ذكرنا، لا يتحمل بقى اصابات اخرى. اهو على طول قلع الشرط الكابتنه اللاعب صلاح امين، وبيديها للقائد الجديد اللي نزل احمد عبد العزيز. طلائع الجيش وكانه كده عايز يقول او يثبت ان هو شال هدف اكيد، لكن فرصه خطيره جدا في الدقيقه العاشره بتضيع من النادي الاسماعيلي، فرصه بثلاث ارواح حاول عليها مرتين ابراهيم حسن وايضا جونان توي، لكن في الاخير الركنيه لصالح محمد زيكا من الجانب الايسر، ركنيه لصالح نادي الاسماعيلي. ادي هنا بالاطمئنان على الحارس محمد خلف، مش مستحمله طبعا عمليه اي اصابات تاني خالص، ومحمد زيكا يستعد للضربه الركنيه من الجانب الايسر. تواجد هجومي مكثف داخل المنطقه من النادي الاسماعيلي، ومحمد زيكا والعرضيه على القائم القريب، مميزين جدا بها الاسماعيلي تاريخيا. حتى ابقى اذكر لحضراتكم بعض الكرات اللي انا اتذكرها الاسماعيلي تتلعب بهذا الشكل على القائم القريب. وسط الملعب من جديد اللاعب محمد شريف والبشره السمراء ايضا هو الاخر، ثلاثي بالبشره السمراء في وسط ملعب او في الميدان النهارده في ملعب المباراه. ادي الكره من جونان توي باتجاه عصام علي لاعب نادي الاسماعيلي، تشتيت من الدفاع، تواجد هجومي قليل شويه في مناطق نادي الاسماعيلي، وشوقي السعيد في الاخير تماس لمصلحه نادي طلائع الجيش. تماس طلائع الجيش، واولى لمسات القائد هنا احمد عبد العزيز بعد نزوله. ادي هنا وسط الملعب من جديد احمد جمال في الخلف عند اسلام جمال، محمد خلف والطوليه يطلع صالح موسى في وسط الملعب باتجاه محمد شريف، لمسه ولعبه لكن تخبط في جونان توي، تعود من جديد الى محمد حنفي وسط الملعب وصالح موسى، والخطا لمصلحه نادي الطلائع. خطأ لمصلحة نادي الطلائع من منتصف ملعبه، فرصة يعني للطلائع ان هو يزيد شوية يسحب نادي الاسماعيلي للخلف بضعة امتار، يعدل من وضعيته شوية لبدأ الاسماعيلي يمسك الكرة في اللحظات الأخيرة بالصدر هنا من اللاعب مصطفى مهنا، لكن يطلع على طول الدفاع الاسماعيلاوي. لمسات عند احمد الطاوي وسط الملعب، التاكلينج العنيف والقوي من محمد حنفي، مميز هو في اللعب برجوله وقوه. محمد حنفي ستايله طبعا يذكرنا باللاعب حسن مصطفى لاعب نادي الاهلي والزمالك سابقا، نفس البنيه الجسديه كده والشعر الطويل ايضا، لعيب متحرك ولعيب مكوك في وسط الملعب. ادي هنا التدخل والخطا على طول. جهاز الفني للنادي الاسماعيلي فرصه ايضا في هذا التوقف ان احنا
نتطرق اليه. الكابتن احمد العجوز هو المدير الفني، الكابتن كرم جابر المدرب العام، الكابتن محمد ابراهيم ايضا مدرب عام، الكابتن سعفان الصغير احد ابرز حراس مرمى الاسماعيلي في عقد التسعينات هو مدرب حراس المرمى، الكابتن طارق ابو الليل مدير الاداري، الكابتن احمد صالح اداري، والكابتن احمد سلمان اداري، والدكتور مجدي الباز طبيب، كابتن جمال الطلي اصابات ملاعب، كابتن سيد بلبل اصابات ملاعب، كابتن احمد سيد احمد اصابات ملاعب. تماس من جديد. مصلحه مصطفى مهنا من الجانب الايمن لنادي طلائع الجيش، بيسيبها لاميساه حسن اميساه لاعب الغاني، اماميه باتجاه اللاعب صلاح امين، محاوله المرور من صلاح لكن العرضيه صغيره، يطلع على طول شوقي السعيد، وتماس من جديد للاعب اميساه حسن الظهير الايمن لنادي الطلائع، يلعبها وسط الملعب لاحمد جمال، محاوله المرور من احمد جمال، لعيبه كتار اتلموا على احمد جمال، اتخطفت على طول، لكن الخطا في الاخير يحتسبه الكابتن محمد فاروق من مكان مميز جدا لمصلحه محمد جمال او احمد جمال، ورايح على الكره على طول الطاوي علشان يلعب الضربه الحره المباشره. ايضا احمد عبد العزيز بالقدم اليسرى، هي دي عدله لاعب اعصر طبعا في هذه المنطقه ان هي تلعب داخل المنطقه. هنشوف هتتلعب ازاي، الطاوي ولا احمد عبد العزيز. تواجد ايضا هجومي لا باس به اطلاقا من جانب طلائع الجيش داخل مناطق النادي الاسماعيلي، والخطأ لصالح احمد عبد العزيز، خلاص هو اللي هيسدد او هو اللي هيرفع الكوره داخل المنطقه. بالوضعيه دي طبعا الكوره هتلعب داخل المنطقه، مش هيجرب يشوط على المرمى. ادي احمد عبد العزيز والعرضيه، فرصه الهدف، يطلع على طول شوقي السعيد، وادي الانطلاقه اماميه على طول من ابراهيم حسن، فرصه المرتده لكن يعود يا ولد يا لعيب احمد عبد العزيز، هو كان صاحب اللعبه وهو اللي عاد وصلح الموقف تماما الى محمد خلف منه الى اسلام جمال، لكن تمريره اسلام جمال وحشه جدا. فرصه الهدف ادي هنا ابراهيم حسن لو مرر، وادي تسديده، مش معقول يا جوني انتوي، ده انت راجل هداف، ده انت 5 اهداف في 6 مباريات، معدل تهديفي رائع جدا، يعني اقل بقليل من هدف في المباراه هو معدل تهديفك. وادي هنا الانطلاقه محمد الشريف والتسديده او العرضيه، وزيكا تسديده زيكا فين يا محمد يا زيكا، بعيد تماما عن المرمى، لكن الخطوره الاسماعيلاويه تحسها في كل لحظات المباراه. اول ما بيمسك الكره في خطوره بالتاكيد. التصرف كان سيء الحقيقه من المدافع اسلام جمال، رغم انه متالق هذا الموسم وسجل هدفين هم كل رصيد نادي طلائع الجيش حتى هذه اللحظه من اهداف، لكن زي ما شفنا هنا التمريره كانت خاطئه، قطع ابراهيم حسن على طول ومرر للاعب جونان توي اللي سدد، وتالق هنا برافو محمد خلف ينقذ فرصه كبيره جدا وهدف اكيد من نادي الاسماعيلي، واحنا داخلين على الدقيقه 18 من عمر الشوط الاول. يبقى تعادل سلبي، لكن الخطوره اوضح وتميل بشكل واضح جدا لنادي الاسماعيلي. الاستحواذ يعني متقارب شويه بعض الشيء بين الفريقين، لكن في فرصتين خطر جدا على مرمى محمد خلف، الاثنين يضيعوا من مهاجمي نادي الاسماعيلي. ادي هنا الاستلام والتمريره اماميه باتجاه صلاح امين، وتفوت من محمد عواد وركله جزاء، تفوت من محمد عواد وركله جزاء. هل معاها الطاقه ولا ايه؟ هنشوف. هيدي انذار لمحمد عواد، محمد فاروق كابتن حكم المباراه في هذه اللحظه، ركله جزاء لمصلحه نادي طلائع الجيش. ادي الاعاده امامنا، والتدخل فعلا محمد عواد خروج خاطئ جدا، والتدخل على جسد صلاح امين في اللقطه الماضيه، وركله الجزاء تتحسب على طول مباشره من الكابتن محمد فاروق بدون اي تردد، واضحه وضوح الشمس، ركله جزاء. ومين اللي هيسدد هنا في الكره القادمه؟ صلاح امين هو اللي تسبب في هذه الضربه، وهو اللي هيسدد صلاح امين، ومبارزه فرديه هنا مع محمد عواد هو صاحب الخطا، وان هما الاثنين كانوا ابطال الواقعه، وصلاح امين وعواد، وصلاح امين ويسجل صلاح امين اول اهدافه في هذه المسابقه، اول هدف ليه، وايضا اول هدف لطلائع الجيش ما يسجلوش اسلام جمال، كده يرفع رصيده من الاهداف الى 3 اهداف فريق طلائع الجيش عن طريق الهدف وركله الجزاء اللي سجلها صلاح امين. يعني طبعا الاهم اي اهداف او من اي يعني انجازات شخصيه للاعبين، اللي يهم الكابتن عماد سليمان اللي كان امامنا في الشاشه هو ال3 نقاط في هذه الوضعيه الحرجه اللي بيعيشها نادي طلائع الجيش في هذا الموسم. ادي 1-0
في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول يتقدم نادي طلائع الجيش بالهدف اللي سجله صلاح أمين من ركلة جزاء، كان هو اللي تسبب فيها، ويسجلها على طول على يمين الحارس محمد عواد، يتقدم بها لنادي الطلائع 1 الإسماعيلي لا شيء. مباراة واعدة منذ بدايتها، ووضعية الفريقين الحقيقة والسيناريوهات بتاعتهم في المجموعة الثانية كانت مبشرة. كنا هنشوف يعني احنا كنا متوقعين نشوف لقاء قوي، وان شاء الله هذا الهدف يعني يفتح ايضا نفس اللاعبين على لقاء اقوى، قد يعني يقدموا مردود افضل كمان من اللي احنا بنتفرج عليه في هذه المباراة. الوضعية الصعبة اللي بيعيشها نادي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير، يتفوق فقط على نادي المنيا ولكن بنفس كمان رصيد النقاط. نادي الإسماعيلي وصيف خلفا لبتروجيت المنتشي هذا الموسم بقيادة الكابتن مختار. فيعني الهزيمة العارضة اللي تعرض ليها نادي الإسماعيلي في الأسبوع الماضي عايزين يصححوا المسار من جديد، وأيضا نفس الأهداف موجودة عند فريق طلائع. عادي التماس على طول لصالح طلائع الجيش من الجانب الأيمن. حسن أمساه على مهله طبعا، عايز يعني يمتص حماس نادي الإسماعيلي بعد طبعا الهدف المبكر. حسن أمساه تتلعب أمامية، يطلع على طول في وسط الملعب محمود عبد العزيز. أمامية بيغيب النهارده الحقيقه سامح عبد الفضيل بعد تألقه هذا الموسم مع نادي الإسماعيلي. يعني سمعنا الحقيقه انباء بتشير الى استدعاء كابتن شوقي غريب ل5 لاعبين من الإسماعيلي، على راسهم سامح عبد الفضيل وحسني عبد ربه اللي ايضا بيغيب على النهارده، بس قاعد النهارده على مقاعد البدلاء. كان تعرض الى اجهاد يعني في العضله الضمه لقاء وادي دجله، اللقاء الماضي على طول، فبيريحوا النهارده الكابتن احمد العجوز على مقاعد البدلاء، لكن قد يدفع به يعني حسب متغيرات المباراه وحسب سيرها. على طول عصام علي في الجانب الايمن لنادي الاسماعيلي. محمد حنفي بيغطي ورا خالص يعني اخر واحد في الملعب ويطلع الكوره علشان اصابه عصام علي. رايح الكابتن محمد فاروق وهو يطمئن على اللاعب عصام علي اللي وقع في اللقطه الماضيه. ان شاء الله سليمه ما فيهاش حاجه، قام على طول عصام. والتماس هيعود من نادي الاسماعيلي الى نادي طلائع الجيش بكل روح رياضيه. احمد عبد العزيز اللي نزل مطلع هذا الشوط بديلا للاعب سعد محسن اللي خرج متاثر باصابته. وسط الملعب الدفاعي لنادي الاسماعيلي صالح موسى. صالح محاولة المرور، لمسة ولعبة يا ولد يا ابراهيم يا حسن باتجاه عصام علي، محاولة المرور والعرضية فين؟ عصام علي اتأخر. عصام علي ومحمد حنفي والتاكلينج المعهود الى رمي التماس لمصلحة نادي الاسماعيلي. ادي عصام والتماس. خلاص رجع كل مدافعي نادي طلائع الجيش في اماكنهم. التمركز دلوقتي اصبح جيد جدا داخل منطقة جزاء نادي طلائع الجيش. فقدت الهجمه خطورتها، لو كانت التماس لعب اسرع من كده شويه كان ممكن يشكل خطوره، لكن ابراهيم حسن الحريف، ابراهيم حسن ومحاوله المرور والسقوط، لكن احمد عبد العزيز يخرج من امامه باتجاه صلاح امين، يقف على كورته كويس ويعود، لكن يعني بعيده شويه من مصطفى مهنا، يطلع الى تماس لمصلحه الاسماعيلي. ومحمد حمد او محمود حمد من الجانب الايسر. ادي هنا اعاده للكره اللي فاتت داخل منطقه جزاء نادي طلائع الجيش، وإشارة الكابتن محمد فاروق باستمرار اللعب. والتماس دلوقتي مع محمود حمد الظهير الأيسر لنادي الإسماعيلي. نادي محمود والتماس باتجاه جونان توي، محاولة المرور من جونان توي يا ولد. ادي جونان توي ومعاه الغني الآخر يزقها من قدامه على طول حسن أمساه إلى ضربة ركنية لنادي الإسماعيلي. تكررت الضربات الركنية دي، تعتبر الثالثة من نفس المنطقة. ضربة ركنية محمد زيكا أيضا هو المتخصص في هذه الكرات، محمد زيكا. وهنا سقوط من جديد لأحد لاعبي طلائع الجيش. بقول لحضراتكم طبعا احنا بنعيش يعني في أجواء صعبة شوية، اللاعبين بيعيشوا في أجواء صعبة شوية. 3 سنين تقريبا بدون مسابقة منتظمة، وفجأة تلاحم مباريات غير عادي. الله يكون في عون اللاعبين والاجهزه الفنيه. ادي هنا على طول محمود حمد يسلم على طول لزيكا، عرضيه زيكا يطلع على طول الدفاع والتنتهي يا ولد. هنا الباكورد ممتاز من اسلام جمال على طول. وسط الملعب
الى عبد الحميد سامي، واطول من اللازم على محمود حمد، تخرج الى تماس لمصلحه حسن امسان. ادي امامنا قام سليم ما فيهوش حاجه. اللاعب مصطفى مهنا هو اللي كان واقع في الكره اللي فاتت. ادي مصطفى استلام، محاوله المرور لكن على طول قطعها محمد شريف، تتقطع من جديد والانطلاقه عند صلاح امين. صلاح محاوله المرور من صلاح ومعاه عبد الحميد سامي. ادي صلاح وعبد الحميد في الاخير يزق الكره من امامه، والضربه الركنيه او التماس هنا لمصلحه نادي طلائع الجيش. يتقدم بقى كل المسافه دي لاعب حسن امسايد، الزياده العدديه لفريقه في مناطق نادي الاسماعيلي، يسعى لتسجيل طبعا هدف ثاني يحسن من الوضعيه شويه، او يعني يصعب المباراه على نادي الاسماعيلي في الرجوع. الاسماعيلي يتلقى هدف بعد يعني ضربه معنويه كبيره في الاسبوع الماضي امام وادي دجله، فطبعا الهدف كمان اللي تلقاه مبكرا ممكن ياثر على معنويات اللاعبين. لو استغل طلائع الجيش ده كويس ممكن يشكل خطوره ويعمل ازعاج نفسي وفني للاعبي نادي الاسماعيلي. لكن الكره تلعب اماميه، تشتيت يطلع من احمد عبد العزيز على طول. زي ما قلنا كان اسلام جمال فقط هو اللي سجل لنادي طلائع الجيش هدفين قبل هذه المباراه. النهارده وجه جديد في قائمه هداف الفريق هو صلاح امين لنادي الطلائع. محمود حمد، انطلاقه محمود والتماس من جديد لنفس اللاعب محمود حمد من الجانب الايسر. تقدم كثيرا محمود حمد لكن لسه ما لعبش العرضيات الخطر اللي تزعج محمد خلف ولا اسلام جمال ولا رضا جمعه. محمد شريف هنا يتلخبط في الكوره مرتين، ياخدها على طول من قدامه اللاعب احمد جمال. محاوله الانطلاق من احمد جمال لكن يعني قلل في السرعه شويه بدل ما يزيد في السرعه. هنا وقف على كورته، يسلمها في الخلف على طول الى احمد قطاوي، وفي الاخير شوقي السعيد تعود الكره من جديد الى لاعب الاسماعيلي وصالح موسى. اتلعبت كتير على فكره حركه صالح موسى، يعني هو يبقى مهاجم ويلعب في مركز الظهير. شفناها كتير وشفناها عالميا الحقيقه كتير، لان عاده في يعني لما يكون اللاعب مهاجم وخاصه مهاجمي الطرف يعني الاجنحه الهجوميه بشويه يعني شغل على الجانب الدفاعي للاعبين ممكن ان هم يحققوا شيء كبير في مركز الظهير. استلام من محمود حمد من الجانب الايسر والعرضيه او محاوله المرور هنا والخطا على مصطفى مهنا لمصلحه نادي الاسماعيلي. ما فيهاش بطاقه لكن يكتفي الكابتن محمد فاروق يعني للتقدم مكان الواقعه وانذار شفهي يعني والخطا لمصلحه نادي الاسماعيلي. على طول محمد زيكا هو اللي بيتقدم لكل الكرات الثابته من الجانب الايمن او من الجانب الايسر، بيلعبها بقدمه اليمنى. محمد زيكا هل تفلح بقى احدى محاولات الكرات الثابته الكتير على مرمى محمد خلف ان تؤتي بثمارها؟ يعني اللي هنشوف هنا دلوقتي محمد زيكا، وهل هيغير التكتيك اللي بيلعب بيه الكرات العرضيه ولا هيلعبها بنفس الطريقه على القائم القريب؟ ادي هنا محمد زيكا والاماميه ويطلع على طول محمد خلف. استلام من محمد شريف اللي اخطا في استلام الكره الماضيه عملت مشكله على مرماه، لكن تدخل شوقي السعيد في اللحظات الاخيره ينقذ الموقف. وادي هنا التماس لاحمد عبد العزيز. هديت المباراه شويه بعض الشيء، كرات مقطوعه كتير في وسط الملعب، مفيش لسه الهجمات يعني اللهم الا هجمتين لنادي الاسماعيلي في الوقت اللي احنا لعبناه. احنا داخلين على الدقيقه 25 ومحمد خلف في الاخير يمسك الكره. تتلعب اماميه طويله وعاليه، عبد الحميد سامي يتزحلق في الكره. عبد الحميد سامي والى الحكايه، عبد الحميد شويه ويسوي شويه، وانتهينا محاوله العرضيه لصلاح امين والتالق الكبير من محمد عواد بيفسر هنا للجميع لماذا يعتمد عليه الكابتن
يعني احمد العجوز بصفه اساسيه في حراسه مرمى النادي الاسماعيلي هذا الموسم. طبعا يعني هو ده الاختبار الاول على مرمى محمد عواد، لكن الحقيقه تصدي كان ممتاز، سرعه بديهه عاليه. ادي هنا على طول بالقدم، فرد القدم اليسرى على طول لينقذ هدف مؤكد من نادي الطلائع اللي هو هيبدا يبادل في الهجمات بعد الهدف اللي سجله صلاح امين. عرضيه على الارض، يطلع على طول الدفاع الاسماعيلاوي وسط الملعب من زيكا، لسه مش عامل الخطوره زيكا قوي في المناطق الهجوميه للنادي الاسماعيلي. اماميه الكوره باتجاه جون انتوي، لكن اقرب لحارس المرمى اللي بيقوم بدور الليبرو هنا محمد خلف، يطلع على طول عاليه وطويله عند الحارس محمد عواد. ادي الكره الماضيه اتلعبت يعني بشكل ممتاز جدا من الجانب الايمن، عرضيه صغيره على الارض والتسديده من صلاح امين، والحارس محمد عواد ينقذ هدف اكيد. يبقى محمد خلف وانقاذ رائع من اللاعب جون انتول، وايضا الحارس الاخر الحارس محمد عواد وانقاذ مميز جدا من اللاعب صلاح سليمان. ادي حسن امساه انطلاقه والخطا في ظهر اللاعب الطاوي، خطأ في اللقطة الماضية على محمود عبد العزيز. ورضا جمعة منتقل من نادي وادي دجلة مطلع هذا العام او مطلع هذا الموسم. اللاعب رضا جمعة، لاعبين كتير جدا جدد في فريق اتحاد او في فريق طلائع الجيش، مش عارف ليه مصر ان هو اتحاد الجيش، لكن على طول الطولية من اسلام باتجاه شوقي السعيد، في الخلف عند عبد الحميد سامي، ويعود اللقاء الى هدوء القديم او هدوء المعتاد. محمود حمد استلام من زيكا، هو زيكا لو ينشط بس شويه، لو يصالح جمهور الاسماعيلي في هذه المباراه ويبدا يتحرك. هنا المرتدات خطيره بالنسبه لنادي الطلائع، مهارات هنا صلاح امين، لكن واقف كويس قوي في اللقطه الاخيره. اهو زيكا اهو عمل الواجب الدفاعي كويس جدا، يعني الراجل لسه حتى هذه اللحظه ما اشتغلش هجوميا بالشكل الكافي، لكن واجب دفاعي هنا عمله بشكل مميز جدا اللاعب محمد زيكا. طوليه من حسن امساء مش لاي حد الا صالح موسى يعود بها الى الحارس محمد عواد. لكن المباراه بشكل عام مستواها الفني متوسط، اقل قليلا من المتوسط، فيها الخطوره موجوده على الحارسين. شفنا قلنا اسماء الحراس في اكثر من مناسبه. ادي هنا محاوله المرور والطاوي يقطع الكوره طوليه شوقي السعيد براسه الى عبد الحميد سامي قائد الاسماعيلي في هذه المباراه. تماس من جديد لمحمود حمد، اكتر لعبه اتلعبت او لا هنا الخطا على طول من محمد زيكا اتجاه محمود عبد العزيز، استلام من زيكا يا ولد يا لعيب، لكن هنا اتكاثروا عليه شويه الطاوي واللاعب مصطفى مهنا. عرضيه مصطفى مهنا باتجاه صلاح سليمان، والواجب الدفاعي المميز من الظهير الايمن صالح موسى، وكانه يعني مولود في مركز الظهير الايمن، بيلعبها بشكل كويس جدا وينقذ الموقف من العرضيه الخطيره الكره الماضيه من مصطفى مهنا. ادي حسن امساء لكن بيسيبها عشان الضربه الركنيه تتلعب من الجانب الايمن لنادي طلائع الجيش. استعداد محمد عواد، بدأوا يشعروا بخطورة موقف طلائع الجيش واللي بشأنه بيتحرك للأمام. أحمد الطاوي، تفوق الجيش النهارده وحصده للنقاط يسهل المأمورية، لكن هي مباريات الأسبوع الثامن طلائع الجيش والإسماعيلي أمامنا، وادي دجلة وتليفونات بني سويف في نفس التوقيت. القناة والزمالك هيلعبوا في الساعة 5 بإذن الله، والثلاث مباريات النهارده في تحية الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية. ادي كرة منتهى الخطورة وصلاح أمين ويحط على طول المزدوجة الخلفية، إنما ما توصلش عند إسلام جمال. مرة ثانية أحمد عبد العزيز، أحمد عبد العزيز يسد على إسلام جمال المتقدم في الكورة أو في الهجمة، وادي كورة على طول يقطع كويس قوي على طول محمد شريف، انما توصل مره ثانيه احمد عبد العزيز ويتقدم له على طول منتهى الخطوره. احمد جمال يتقدم ويلعب العرضيه، انما حطها للخلف، لو حطها في اتجاه يا ولد يا لعيب صلاح امين، وادي عايز يعدي الطاوي، انما صلاح امين بيلعب بمزاج النهارده بعد ما سجل الهدف التقدم لفريقه، اول اهدافه هذا الموسم صلاح امين مع فريق طلائع الجيش، واول هدف على الاطلاق يسجله احد مهاجمي فريق طلائع الجيش. زي ما قلت لحضراتكم الهدفين اللي سجلهم طلائع الجيش في المباريات السابقه كان الاثنين عن طريق مدافعه اسلام جمال.
عشان كده يعني صلاح امين يعني مزاجه طبعا حلو قوي بعد الهدف اللي سجله. ادي كوره على طول لصالح موسى، اتقفلت عليه كل الطرق. صالح موسى اضطر يرجع بيها عند شوقي السعيد، شوقي طولها شويه، شوقي ابراهيم حسن استلام من ابراهيم حسن، وقف على كورته كويس ابراهيم. محمود عبد العزيز يرجع لصالح موسى الاماميه، انما بيضغط كويس لاعبي وسط ملعب فريق طلائع الجيش. وادي كوره اماميه كده كان واقف في سكته يعني محمد فاروق في سكه قطاوي. عموما محمود حمد اماميه والتحرك من زيكا ويحط على طول الاوفرلاب من حمد، انما طويله طويله صعب جدا يلحق محمود حمد الى خارج الملعب، والتماس لصالح فريق طلائع الجيش. ادي على طول اميسا حسن بيحط على طول توصل عند محمود حمد مره ثانيه. محمد شريف والتحرك كويس قوي على طول من عصام علي، ياخد منها فاول عصام علي. عصام علي ياخد ضربه حر مباشره لصالح النادي الاسماعيلي. ادي الاعاده مره ثانيه مع مخرجنا دكتور خالد عبد العاطي، وشايف كده بينده حكم الساحه محمد فاروق. كارت اصفر، كارت اصفر على طول من نصيب رضا جمعه مدافع طلائع الجيش. كارت اصفر من جانب فريق طلائع الجيش عن طريق رضا جمعه قلب الدفاع. ضربه الحره مباشره لصالح فريق النادي الاسماعيلي. محمد زيكا كالمعتاد من الجبهه اليسرى عشان يلفها بيمينه تروح مقوسه في اتجاه المرمى. محمد زيكا واقف على الكوره ويلف واحده منتهى الخطوره، انما على طول احمد جمال يشيل احمد جمال ويبعد الخطوره عن مرماه. توصل مره ثانيه عبد الحميد سامي، انما وحشه قوي من عبد الحميد سامي وعايز ياخدها كده مصطفى مهنا ويروح بيها. مصطفى مهنا طبعا اعاره من نادي انبي للنادي طلائع الجيش في الانتقالات الشتويه. وادي على طول يلف واحده محمود حمد كويس بشماله، انما على طول يخرج محمد خلف ويمسك كورته. بيحاول جاهدا النادي الاسماعيلي، داخلين على اخر 10 دقائق من احداث الشوط الاول والتقدم من جانب طلائع الجيش. وادي كوره بغرابه شديده كده شوقي، هل يلحق محمد عواد؟ لحق محمد عواد. اماميه على طول من عواد في اتجاه عصام علي، انما يوقفها كويس قوي اميسا حسن. واماميه شوقي السعيد لتاني مره يقلش بدماغه ومره يقلش برجله شوقي السعيد. وادي كوره قطاوي ياخد منها فاول مع محمود عبد العزيز. ضربه حره مباشره لصالح فريق طلائع الجيش. ادي قطاوي خده في سكته كده محمود عبد العزيز. ضربه حره مباشره لصالح فريق طلائع الجيش. شايف محمود عبد العزيز عشان يلفها بشماله تروح في اتجاه المرمى. محمود عبد العزيز، محمود عبد العزيز واقف على الكوره وحائط صد زوجي من جانب النادي الاسماعيلي. هيلف بشماله محمود عبد العزيز. وادي كوره على طول منتهى الخطوره، انما بقلشه كده في محمد شريف والى خارج الملعب. ضربه ركنيه لصالح فريق طلائع الجيش. اللي بقول لحضراتكم الهدف كده فتح شهيه فريق طلائع الجيش، ويعني بدأ بعد ما كان النادي الاسماعيلي هو الاكثر ضغطا والاكثر استحواذا والاكثر وصولا للمرمى. وكورتين شفناهم لجون انطوي ولابراهيم حسن وعصام علي ايضا. ادي كوره عرضيه على القائم البعيد ويحط واحده كده صلاح امين بدماغه، انما يعني ياخدها كده من الوضع واقفا صلاح امين، تيجي فيه كده او تيجي في صدره بدل ما تيجي في راسه صلاح امين والى خارج الملعب. ادي كوره منتهى الخطوره يحط جون انطوي على طول عند محمد زيكا، انما على طول التشتيته من جانب محمد حنفي والى خارج الملعب. والتماس لصالح النادي الاسماعيلي. محمود حمد ادي على طول عايز يحط لزيكا، انما تصطدم مره ثانيه. والتماس لصالح النادي الاسماعيلي. محمود حمد على رمي التماس. محمود حمد ويحط على طول عند عصام علي، انما تماس مره ثانيه لصالح النادي الاسماعيلي. التماس محمود حمد الظهير الايسر اللي بقول لحضراتكم بيلعب النهارده في غياب كريم مسعد للاصابه. ادي زيكا وهيلعب مزدوجه خلفيه مؤكد، انما تقلش كده من زيكا، ما ظبطش المزدوجه الخلفيه زيكا.
وعلى طول الى ضربة مرمى لصالح فريق طلائع الجيش. 17 لقاء اعزائي المشاهدين جمعوا الفريقين في مسابقة الدوري على طبعا مدار تاريخ لقاءاتهم السابقة، وكان في لقاء ايضا مع الفريقين في لقاء كأس مصر كان في موسم 2009-2010، يعني 18 فريق جمعوا او 18 مباراة جمعوا الفريقين في سواء مسابقتي الدوري او الكاس. كان الفوز من نصيب النادي الاسماعيلي في 9 لقاءات ومن نصيب طلائع الجيش في 5 لقاءات، والتعادل كان هو الفيصل بين الفريقين في 4 مباريات فقط. ادي كوره على طول جون انطوي مره ثانيه عايز يسند على ابراهيم حسن، انما على طول تتحط احمد عبد العزيز، والاماميه احمد عبد العزيز عايز يحط عند يعني اللي فاتت كان بيقلش. ادي كرة احمد جمال، ياخد على طول احمد جمال وينقض عليه محمود عبد العزيز، والتماس لصالح النادي الاسماعيلي. ادي النجم الكبير القيصر حسني عبد ربه طبعا النهارده، يعني بعد ما حس كده بشد في المباراه الماضيه مباراه وادي دجله اللي خسر الاسماعيلي 1-2، وكان هو اللي سجل الهدف الاسماعيلي الوحيد حسني عبد ربه. يعني النهارده بيريحوا كده الكابتن احمد العجوز، يعني ما بدأش بيه على اساس ما يجازفش طبعا بحسني عبد ربه. موجود في البدلاء طبعا حسني عبد ربه. ادي كوره عصام علي انما مقفوله زاويه التمرير محمد حنفي انشط لعيب وسط ملعب فريق طلائع الجيش. وادي الاماميه على طول عبد الحميد سامي يرجع عند محمد عواد. ادي على طول الاستلام مع عبد الحميد سامي يغير ملعب عند شوقي السعيد. شوقي السعيد يتقدم بكورته، واقف كابتن عبد الناصر محمد المدرب العام لفريق طلائع الجيش في المنطقه القانونيه في المواجهه. طبعا حمد ابراهيم زي ما قلت لحضراتكم في المنطقه القانونيه بالنسبه لفريق النادي الاسماعيلي. ادي الاماميه على طول التماس لصالح النادي الاسماعيلي على طول ابراهيم حسن. ابراهيم حسن عايز يروح بواحده انما ياخد فاول. ادي كابتن عبد الناصر محمد زي ما قلت لحضراتكم نجم المقاولين طبعا، وكان بدايته مع الكروم لو تفتكروا عبد الناصر محمد. ادي على طول ونجم طلائع الجيش طبعا السابق ايضا. ادي كوره على طول توصل عند عبد الحميد سامي. عبد الحميد حسني عبد ربه، واللي طبعا زي ما اتفقنا ان كان في انباء تشير الى ان الكابتن شوقي غريب استقر على 5 لاعبين في نادي الاسماعيلي اللي هم سامح عبد الفضيل وحسني عبد ربه ومحمد عواد وشوقي السعيد وابراهيم حسن. مش مؤكد طبعا حتى هذه اللحظه، لكن الانباء كلها تشير الى خماسي متالق جدا حتى هذه اللحظه مع نادي الاسماعيلي. وان كنا عايزين نشوف اكتر من ابراهيم حسن في هذه المباراه. هو اللاعب يعني ذو الميول الهجوميه وصاحب الهدف الصاروخي الرائع في مرمى محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك في اللقاء اللي جمع بين الفريقين في الاسبوع الثالث، فاز بيه الاسماعيلي 1-0. ادي على طول الاماميه باتجاه صالح موسى، لكن واقف كويس اسلام جمال هداف فريق طلائع الجيش برصيد هدفين الى تماس. محمد شريف الى عصام علي او ابراهيم حسن، محاوله المرور والتدخل على طول على ابراهيم والخطا يحتسبه الكابتن محمد فاروق. كابتن عبد الناصر محمد المدرب العام بنادي طلائع الجيش. محمود عبد العزيز محمد حنفي والتدخل باتجاه محمد شريف الى عصام او الى ابراهيم. اللعبه والثانيه يطلع على طول الطاوي. بدا الاسماعيلي يتمسك او يعني يتملك اللقاء بعض الشيء على فريق طلائع الجيش، بدا يعني يركب اللقاء بلغه الكوره. محاوله تمريره اماميه عند صلاح، عامل مباراه كبيره صلاح الحقيقه ان هو يكفي ان هو يلعب وحيدا وسط رباعي دفاع نادي الاسماعيلي، بيشاكس وبيحاول وبيعافر في كل كوره. هو اللي سجل الهدف وهو اللي تسبب في الهدف بعد عرقله محمد عواد ليه في لقطه ضربه الجزاء. محمود عبد العزيز محور ارتكاز نادي الاسماعيلي، المركز طبعا اللي انجب في الاسماعيلي لاعبين يعني كبار وكبار جدا على مر العصور. 2 منهم قاعدين على مقاعد البدلاء النهارده، حسني عبد ربه ومحمد حمص، شيء رائع جدا. وايضا عمرو السوليه اللي بيغيب عن تشكيله هذه المباراه.
تماس لصالح الاسماعيلي من الجانب الايمن، وصالح موسى يستلم صالح ومحاوله العرضيه داخل منطقه الجزاء، وجونان توي. وايه حكايه النهارده الضربات الخلفيه المزدوجه في هذه المباراه؟ اتعملت مرتين من الاسماعيلي واتعملت مرتين من طلائع الجيش حتى هذه اللحظه. وادي محمود حمد اكثر من لاعب الكوره النهارده واكثر من لاعب رميات التماس من الجانب الايسر هو محمود حمد، او اكتر لعبه اتلعبت يعني حتى دي اللحظه في الشوط الاول هي رميات التماس من الجانب الايسر. لكن شوقي سعيد اللي بدا يستلم هو مهمه مراقبه اللاعب صلاح امين. وسط الملعب محمد شريف باتجاه ابراهيم حسن، ادي ابراهيم في الخلف الى شريف من جديد، ومحمود عبد العزيز خلاص عايز يفرض السيطره الكامله على ما تبقى من عمر الشوط الاول فريق الاسماعيلي. محاوله التمريره اماميه لكن على طول واقف كويس اللاعب مصطفى مهنا والتقدم باتجاه اللاعب احمد جمال اللي بدل المراكز كده لكن اطول من اللازم على احمد جمال، تخرج الى تماس لمصلحه الاسماعيلي. محمود عبد العزيز، فعلا محمود الى شوقي السعيد. 69 لقاء اتلعب في الدوري العام هذا الموسم اعزائي المشاهدين، 136 هدف سجل. نسبة التهديف ضعيفة شوية الحقيقة، نسبة 1.97%، مش النسبة يعني المتعارف عليها عالميا، أقل من 2 نسبة تعتبر ضئيلة. 16 ضربة جزاء بضربة الجزاء بتاعت النهارده يبقى 17 ضربة جزاء، سجل منهم 16 ركلة جزاء، أضاع واحدة فقط لاعب الإسماعيلي اللي أمامنا جونان توي في مباراة الزمالك تصدى ليها جنش. وادي هنا الضربة الحرة للاعب إسلام جمال، طولية باتجاه مصطفى مهنا، تعدي وتخرج إلى تماس لمصلحة نادي الإسماعيلي. تماس محمود حمد من الجانب الايسر، وضغط او يعني تواجد كبير للاعبي طلائع الجيش في مناطق النادي الاسماعيلي. امساء يمرر باتجاه الطاوي، ياخدها الطاوي من جديد لكن يخلص الموقف محمد شريف الى شوقي السعيد، والطوليه يطلع رضا جمعه. لسه الكوره ما استقرتش، تشتيته في الاخير من حسن امساء باتجاه شوقي السعيد، وسط الملعب تاني شوقي السعيد والتشتيت من جديد، يعني صد رده كده ما بين مدافعي الجيش وما بين مدافع الاسماعيلي، لكن تمريره خاطئه معتاده من اسلام جمال في هذه المباراه. يلعب ابراهيم حسن على طول محمد زيكا، يا ولد في الجانب الايمن عند ابراهيم، محاوله المرور من ابراهيم حسن ولو لم على جوه، لكن العرضيه بالقدم اليمنى والتسديده وفرصه الهدف. مش معقول، فرصه كبيره مش ممكن، فرصه كبيره بتضيع من نادي. وطبعا هنا الاحضان، الحضن هنا من رضا يعني لحارسه محمد خلف، طبعا تصدى الى كوره لا يمكن تضيع. مش معقول فرصه ايضا بروحين جديده تضاع من بيضيعها نادي الاسماعيلي. حتى يعني اتلخبطت من كتر من جمال الكوره وفرصه خطيره، لكن قفاز الاجاده يرتديه على طول الحارس محمد خلف في اللقطه الماضيه، ينقذ هدف جديد من النادي الاسماعيلي. يا على الكوره، فرصه كبيره ضاعت ابراهيم حسن والعرضيه رائعه، وجونان توي الهداف المتمكن الحقيقه، لاعب امكانيات عاليه جدا اللاعب الغاني، لكن هنا الجانب الايمن ومهارات ايضا عاليه من اللاعب مصطفى مهنا. محاوله المرور واتلخبط هنا فيها محمود، والتدخل على طول من شوقي في اللحظه الاخيره. شوقي يا ولد يا لعيب، وقف على كورته لا يلجا للتشتيت، بيسلم الكره من قدم لقدم. وادي الانطلاقه هنا عند احمد محمد زيكا، محاوله المرور محمد زيكا وحسن امسا الغاني الاخر، ولقاء كبير ايضا من الغاني محمد امسا او حسن امسا. انما كوره كانت رائعه جدا من ابراهيم حسن، والعرضيه على راس جونان توي تفوق وتالق فيها وتعمق الحارس محمد خلف، انقذ الكوره. وبعدها ارتدت الكوره الى محمد زيكا اللي في رجله الكوره ده، سدد اعلى عرضه الحارس محمد خلف. على طول تماس للاسماعيلي اللي بدا يعني يزعل شويه النادي الاسماعيلي، وعايز طبعا ان هو يحاول قبل نهايه الشوط الاول ان يدرك على الاقل هدف يتعادل به، يعني يحسن من الوضعيه ويبدا الشوط الثاني كده فريش من جديد، ومحاوله بقى للتفوق في الشوط الثاني. هيقسم المباراه بقى على مراحل. ادي محمود حمد، لكن
3 فرص للاسماعيلي بالعدد، هم فرصوا في هذا الشوط حتى هذه اللحظه، وكلهم اخطر من بعض. تالق فيهم 2 منهم الحارس محمد خلف، وواحده يعني شالها الدفاع الى ركنين. ادي تماس للاسماعيلي من الجانب الايمن، وصالح موسى اللي ما شفناش انطلاقات هجوميه كبيره من لاعب يعتبر مهاجم يعني في الظهير الايمن، اكيد محطوط في هذا المركز لسبب. ادي جونان توي على المغمض كده، متوقع ان ابراهيم حسن هيكون يشغل الجانب الايمن متقدم عن كده شويه، لكن كان ابراهيم حسن متاخر شويه. والتماس لحسن امثال اللي بيمشي على مهله طبعا، محاولة أيضا يعني امتصاص حماس الإسماعيلي اللي زاد في الفترة الأخيرة، لكن المفروض تكون معنويات طلائع الجيش أيضا دلوقتي عالية بعد الفرصة الكبيرة اللي تفوق فيها محمد خلف. ادي هنا كابتن أحمد العجوز ومناقشة مع حكم المباراة كابتن محمد فاروق. احنا مش شايفين طبعا ان المباراة كان فيها أحداث فنية كبيرة يعني تستوجب الاعتراض، لكن هنا مناقشه وخفيفه ومفيش حاجه. يعود الكابتن احمد العجوز الى المقاعد من جديد. ادي حسن امساء، استلام من مصطفى مهنا، محاوله المرور لكن مقطوعه تروح لحنفي. في الجانب الايسر احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز والطوليه اطول من اللازم في اللقطه الماضيه، ما يلحقش محمد اشرف وتخرج الى ضربه مرمى. مشكله مستوى اللقاء الفنيه المتوسطه والاقل من المتوسطه ان في لاعبين كتير احنا مش حاسين بيهم في الملعب، على راسهم محمد اشرف اللي احنا لسه ذاكرين اسمه في اللقطه الماضيه، يعني يعتبر الحاضر الغائب في لقاء اليوم، سايب العبء الهجومي كاملا على صلاح امين، والراجل الحقيقه مش مقصر، لكن صلاح امين 32 سنه، ويعني طبعا 32 سنه لسه شباب مفيش حاجه، لكن بالتاكيد يعني ان الرجل هيفقد كثيرا من لياقته البدنيه في الشوط الثاني، فمحتاج تدخل من محمد اشرف فوري. لكن هنا يصفر على طول الكابتن محمد فاروق معلنا عن نهايه الشوط الاول